السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى رمضان تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. اليوم هنا غادي نشارك معكم الحرشة بحال اللي كتباع عند المحلات اللي كيبيعوا الحرشة والمسمان والشفنج. غنشاركها معكم بنفس الطعم بنفس الجودة ديالتهم، غير هي بمقادير مختلفة. انا هنا فقت الصباح هزيت هاد الطريف ديال الحرشة، هنا راهي بايته، شفتوا كيفاش باقا رطبه، باقا يعني هذا عمرتي برد ديال اتاي وجلست تفطر. غنبداو في طريقه هاد الحرشه والمقادير في نفس الوقت. في القصريه حطيت المقادير. اول حاجه شنو درت؟ خديت الخميره ديال الخبز، درت لها شويه ديال السكر ودرتها تذوب جانبا. في المقادير عندي هنايا 150 غرام ديال الفينو اللي هو السامولينا، هنا طلبا لصديقاتي اللي على برا. وعندي هنايا 400 غرام ديال دقيق، ماشي دقيق، السميد الخشن او سميد البسبوسه او سميد ديال الحرشه ديالنا حنايا، مع 100 غرام ديال الدقيق او الفورص. صافي هنا كنخلط العناصر كامله. هما الحرشه اللي كتباع على الزنقه كيديروا لها السميد البيضاء، في الدول الاخرى ما عندهمش السميده البيضاء، فلهذا انايا بقيت كنجرب حتى يعني وصلت نفس النتيجه ديالتهم من غير السميده البيضاء اللي ما توفرش عنده السميده البيضاء. درت شويه ديال الملح، وعندي هنا 100 غرام ديال الزيت، 100 مليلتر ديال الزيت. هو الكاس الا ربع ديال العنبه ديالنا حنايا. هنا عطيتكم المقادير بالغرامات باش اللي ما عندوش الكيسان ديالنا حنا ديال العنبه. كنشد هذاك الخليط ديال الدقيق والسميد الخشن والفينو، كندير له المساج لا قلت واحد الوحده. كنحاول ندخل هذوك الحبيبات كاملين، كندخل لهم هذاك الزيت مزيان مزيان مزيان. ضروري هاد الطريقه، هاد المرحله هذه في الحرشه، راه كان ما بسبستوش هذاك الحبيبات ودخل فيهم الزيت، راه ما غاديش تجيكم مزيانه. حنا في العاده في الحرشه ديال الدار كنديروا لها زيت الزيتون، لكن هذيك اللي كتباع في الزنقه راه ما كيديروش لها زيت الزيتون، يعني زيت العود او زيت البكر، وما كيديروش ليها الزبده، راه كيديروا ليها غير هاد الطريقه هذه وصافي. من كنتاكد ان خلطت هذاك السميد مع الزيت نسجمو مزيان، كنحيد شويه باش غادا نقرص هاد الحرشه ديالتي. هنا كناخذ هذاك الخميره اللي ذوبتها وكنضيفها على هذاك الخليط ديال السميد والدقيق والفينو والسامولينا او السميد الخشن والدقيق. كنكبها وكندير خماره ديال الحلوى. كاين اللي كيدير ليها الفاني، انا ما كنحبش الفاني في الحرشه، ولكم الاختيار. هنا كنبدا نجمعها بالماء. شوفوا كيفاش الجميع ديال الحرشه راهي ما كتدلكش، شفتوا يعني حتىش السميد فيه الجلوتين بزاف غادي يبدا يخسر لينا الوصفه. فلهذا غير بطروف الاصابع، والحرشه كتكون شويه جاريه، راه ما كتكونش قاصحه. معروف على الحرشه ديال صحاب اللي كيتباع في الزنقه كتكون شويه جاريه، باننا حنا هنا ضفنا الدقيق وضفنا الفينو، فضروري خاصنا نجريوها باش ما تجيناش، باش تجينا نتيجه نفس ديالتهم هما نيش، يعني نفس نتيجه الحرشه اللي كتباع في المحلات على برا. واخا يعني كتبات ما كتقصاحش الحرشه، كتبقى رطبه. هانتوما شفتوا غير باطراف الاصابع كنطم العجين، شفتوها كيفاش كتكون جاريه. هنا الماء ما غاديش نعطيكم المقدار ديالو، حيتاش كل نوعيه ديال التسميد ونوعيه ديال كتختلف من ماركه لماركه. صافي كنحاول نطم الخليط عندي غير بطرف ديال الاصابع. شفتوا راه العجين كيكون شويه جاري. كنستمر بحال ما هكا حتى كنجمع العجين ديال الحرشه كامل، يعني كنتاكد ان كل الحبيبات تغمست في الماء مزيان، يعني جات يعني شربات القدر الكافي ديال الماء. شفتوا راه كتكون جاريه، هانتوما كتقيسوها بين يديكم كتكون بحال الطين. صافي كناخذ هنايا الاناء اللي غادا نطيب فيه الحرشه. حنا كنديروا في هذه المقله الثقيله، الا ما عندكمش شوفوا اي اناء يكون ثقيل شويه وهو اللي غادا تطيبوا فيه هاد الحرشه هذه. كندهنها مزيان كامله بالزيت النباتيه. يعني انا عطيتكم الطريقه ديالت الناس اللي كيكونوا خدامين على برا، هما كيديروها في المقله سخونه، لكن بالنسبه للمبتدئات ما هي كتقرص في المقله سخونه، لكن المبتدئات ما غادينش يعرفوا كيفاش يتحكموا. فلهذا انا عطيت هاد الطريقه هذه للمبتدئات. اما تبارك الله اللي كيصايبوا الحرشه دائما
راه ما غاديش تغلبهم، راه غادي تجيهم ساهله وكي تقرص في المقله سخونه. هانتوما كنكب هذاك الخليط ديال الحرشه، وكنبدا نقرص الحرشه ديالتي، وكنقاد ليها الجوانب كامله باش تجيني متقاده، يعني يجيني السطح ديالها مستوي، يعني تجي كلها سطح واحد، ماشي جهه غليظه وجهه رقيقه. انا كنقرص وانا كنقاد ليها الاطراف الحواف ديالها بالاصابع ديالي. الطريقه راهي واضحه. صافي، وكنرش السطح ديالها بهذيك السميد النيت اللي كنت خليته في الاناء. سميد يعني اللي كانت مبسبساه بالزيت. صافي، باش نتاكد ان الحرشه عندي ما غاداش تلصق. هانتوما شوفوا غندير. انا كنهضر على المبتدئات، اما اللي كيصايبوا الحرشه راه تبارك الله راهم كيعرفوا كيفاش يصايبوها. انا طلبوني شي مبتدئات، شي ناس داقوا الحرشه ديالتنا هنا في المغرب، قالوا لي الصراحه حرشه ديالتكم يعني كتجينا زوينه. كيفاش الطريقه ديالتها، وانا عارفه على برا راه ما كايناش السميده البيضاء، ما كايناش بزاف ديال المواد بالنسبه للدقيق. حنا عندنا انواع بزاف ماشي بحال الدول الاخرى، اللهم لك الحمد. فلهذا انا حاولت ان نختار ونبتكر حتى نوصل للطريقه اللي غادي تجيني بحال ديال برا. هانتوما شفتوا كتجي كناخذ هذاك بحال طبسيل كبير، وكنقلب فيه الحرشه بحال هكا باش تجيني مقاده. كنحاول نزيد نقاد. انا درت هاد الطريقه هذه باش نتاكد بان الحرشه من غطيب ما غتلصقش ليا لتحت. هاد الطريقه هذه ضروري انكم ديروها كمبتدئات. اما قلت لكم اللي مولفين نديروا الحرشه راه ما غاديش تغلبهم. كديروا هاد الطريقه هذه وكتزيدوا ترشوا شويه ديال السميد او الفينو في السطح ديالها باش من طيب لكم الحرشه ما تلصقش وتمحنكم. انا درت الطريقه هذه، انا غير وريتكم يعني كيفاش باش الحرشه. هي صراحه الحرشه راهي سهله، لكن كيقول لك السهل الممتنع. يعني كاينه واحد الحوايج اللي كيكونوا بساط ما كنعرفوهمش، هما اللي كيخسرونا الحرشه. بحال العجينه ما خصهاش تعجن بحال هاد الطريقه باش ما تلصقش لينا في المقله. هانتوما كنبقى مستمره حتى كنسوي الجوانب ديالها كامله بهاد الطريقه هذه. صافي، وهنا غادي نقلبها في المقله ديال الخبيز بعد ما تاكدت ان كلها الوجه ديالها فيه السميد، يعني فيه الفينو او السميد ديال الحرشه باش ما تلصقش ليا. صافي، هنا غادي نقلبها بشويه. صافي، وغنحطها طيب على عافيه تكون متوسطه، ما عالياش العافيه وما هذا. الحرشه ما كتبغيش العافيه تكون مجهده باش ما تجيناش خضراء ومدقصه من الداخل. كنزيد نسوي السطح ديالها باش نعطيها الشكل ديال الحرشه. من بعد ما تشوفوا ان ما كتقيسوها من الفوق كتلقوها نشفات، كتقلبوها بهذه الطريقه هذه. انا كنهضر مع المبتدئات. كنشد اي اناء كيكون يعني هذا بحال هكاك وطبسيل ولا شي حاجه، وكنقلبها. شفتوا تبارك الله كتجي كلها محمره وكلها واخده شكل تحميرتها كامله، حيتاش كنبقى هي كطيب وانا كندور هذيك الحرشه حتى كطيب كامله، لكن العافيه راهي كتكون مهيله. صافي، هنا من بعد ما كنتاكد انها هي طابت، هانتوما شوفوا ها هي كلها طابت تبارك الله من الجهتين، من هذا الوجه ومن هذا الوجه. صافي، هنا غادي نحطها في صحن التقديم. نتمنى ان وصلت لكم الفكره ديال كيفاش نخدموا الحرشه بلا ما يكون عندنا السميد ديال الحرشه او السميده البيضاء. نتمنى ان المعلومه تكون وصلت هي هذيك. نتمنىكم انكم تشاركوا الفيديو مع اكثر عدد من اصدقاء ديالكم. ما تبخلوش عليا عفاكم بالجيم وبالتعاليق الجميله ديالكم باش تطلعوا لي شويه الفيديو. راه الفيديوهات ولات طايحه بزاف والمشاهدات نقصات بزاف، فضلا وليس امرا. لا جات على خاطركم عفاكم. يعني حاولوا توصلوا الفيديو لاكبر عدد من الناس. هانتوما شوفوا انا كنقطعها تبارك الله. هي هنا باقا سخونه الصراحه، لكن حاولت نقطعها باش نوريها لكم. شفتوا كتجي بحال ديال الزنقانيشان. نتمنى نكون خفيفه على القلب ديالكم. شكرا للمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.